المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. تتويج المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بكأس العالم لعملاق إفريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي أقل من 20 سنة، هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي مفاجأة كبرى لحد الآن بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. الجميع أشاد بطريقة لعب المنتخب المغربي ليوضع تقريبا بلوك ميديوم ودافع به ودفع المنتخب الأرجنتيني أنه يلعب كرة طويلة. المنتخب المغربي هو بطل العرب بكل جدارة واستحقاق. كان الوحيد القادر على جلب هذه الألقاب بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الأكفاء أيضا. نعم. تتويج مستحق. محمد قدم مباراة كبيرة خاصة من الناحية التكتيكية. يلا الدراري الله يرحمكم الوالدين. شوف العربيط باستاردو بيلانتي ديالكم حيدوا لكم، ولكن خشيوها باذن الله. دراري الشباك العربيط باستاردو، ولكن كيش مساكين كالشعب وناري الناس الجيران ناري 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 الزبي. الله يلا ورب علي وناري انا سالينا بعد مني. هذا بيت الدراري وليا واش كنتو وريني واس خفت واش كنتو انت والله انت كنت والدين. شوف العربيط باستاردو بيلانتي ديالكم حيدوا لكم، ولكن خشيوها باذن الله. دراري الشباك العربيط باستاردو، ولكن كيش مساكين كي الله. يلا ورب علي وناري الشعب وناري الناس الجيران ناري 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 الزبيبيت وريني ناري واس خفت انا سالينا بعد مني. هذا بيت الدراري وليا واش كنتو انت والله انت كنت 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. تتويج المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بكأس العالم لعملاق إفريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي أقل من 20 سنة، هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي مفاجأة كبرى لحد الآن بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. الجميع أشاد بطريقة لعب المنتخب المغربي ليوضع تقريبا بلوك ميديوم ودافع به ودفع المنتخب الأرجنتيني أنه يلعب كرة طويلة. المنتخب المغربي هو بطل العرب بكل جدارة واستحقاق. كان الوحيد القادر على جلب هذه الألقاب بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الأكفاء أيضا. نعم. تتويج مستحق. محمد قدم مباراة كبيرة خاصة من الناحية التكتيكية، ونشوفنا اللاعبين كانوا في أماكنهم، نشوفوا يعني المباراة تاع اليوم، نشوفوا الطريقة اللي يلعب بها المنتخب المغربي. يلعب كرة نظيفة، يعرف كيفاش يخرج بالكرة. نعم. طريقة اللعب شفتوا كيفاش خاصة الكرات العمودية. شوف روماركي كيفاش الأهداف كيفاش تسجل. كرة القدم نظيفة نعم. كاش فريق اندفاع بدني ولا يلعب كرة نظيفة صح. كونتر اتاك ولا ديماراج ديريكت اللي يلعبوا باس ولا كذا، يخرج لاطاكو وحده يماركي. نو بصح كيفاش تماركي البريمي بيت؟ لهذا شغل تزعف شويه تضيق لك، باسكو مباراه باش يدخلوا بها للتاريخ. المنتخب المغربي مسيرة حافلة وألقاب كثيرة. اليوم هناك فرق واضح في المستوى. بطل القارة الإفريقية دهس كل الأندية التي واجهها. هناك فرق في إنما لعب حسب إمكانياته ولعب بذكاء لاعبيه وبخبرة مدربه. شيء مؤسف أي نعم، لكن الصور هي التي تتحدث عن نفسها. لذلك علينا أن نركز في حديثنا على هذا الفوز ولا هذه الفرحة ولا هذا العرس، ولا نتوقف عند السلبيات التي قد يريد يعني المنافس أن يقودنا لإخراجنا من قوقعة الفوز والانتصار والفرحة. المدرب اللي دار لهم
المدرب دار لهم تالمون موتيفاهم قبيله انا على حسب واش فهمت بالعربيه سي تاكتيك تكنيك هذيك موتيفاهم بلوك كما موتيفاهمش بلوك الزوار هذا اللي قاسوا الكارديان بالجول الاخر كان ما يرميش روحه هكذاك يرمي رجله ولا سيفيتي شوف مي تالمون موتيفاهم رايحين ما تقطع راسه. شايف الراجل الطيب ده، الراجل العظيم ده، شايف اللاعب الاسطوري ده، لو انت ما تعرفوش فده ياسر زبيري مهاجم منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة. الولد اللي قبل مباراة الفاينل ما شاء الله كان عنده 3 اهداف على مستوى بطولة كاس العالم للشباب تحت 20 سنة في تشيلي، وغير ال3 اهداف كان مسجل 3 اهداف ولا واحد منهم اتحسب له، كلها اتحسبت يا اما اهداف عكسية يا اما ما تتحسبش يا اما بتاع، اللي هو لو كانت الامور ماشية طبيعي كان زمانه هداف بطولة كاس العالم للشباب تحت 20 سنة متجاوزا الهداف الامريكي والهداف الكولومبي على مستوى القائمة. لكن ياسر زبيري بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الراجل ربنا سبحانه وتعالى والله كاتب له كل التوفيق عشان يكون متواجد في المباراة النهائية. وفي الشوط الاول لحد دلوقتي ما بين المغرب والارجنتين قادر ان هو يسجل هدفين ويتواجد في صدارة الهدافين بالشراكة مع المهاجم الامريكي والمهاجم الكولومبي في هذه البطولة. وان شاء الله في الشوط الثاني ياسر زبيري سيفض الشراكة ويبقى هداف المغرب وهداف بطولة كاس العالم، وان شاء الله نحتفل بعد المباراة والمغرب بطل كاس العالم للشباب تحت 20 سنة. أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي من الدور الأول بسبب إخفاق المنتخب وإخفاق فوزي لقجع وإخفاق مخططات فوزي لقجع. على الأقل أنا تمنيت تحدثت بحرية شخصية